انا روما ودي قناتي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا هنا بعمل كيكه ذره اللي هي البسيسه. حطيت بيضتين في الخلاط. هنا كنت بشوف في قشر بيض وقع ولا لا. حطيت باكيتين فانيليا على البيض، لكل بيضة باكيت فانيليا. وحطيت معلقة خل عشان الزفارة، وبيدي هشاشة للكيكة كده، بيخليها هشة وحلوة. هضربهم حوالي 3 دقايق كده في الخلاط او دقيقتين. وهنا بفضي عسل اسود عشان انا هعملها بالعسل الاسود. هنا كوباية لحاجة بسيطة عسل اسود. بعد ما ضربتهم دقيقتين مع بعض، حطيت عليهم كوباية العسل الاسود. وهضربهم تاني مع بعض، مش هضربهم كتير، هي دقيقة واحدة. وهحط كوباية الا ربع زيت. لو انت عندك زبدة ممكن تحطي نص زيت وربع زبدة، بيبقى حلو. زبدة او سمنة يعني، بس انا ما كانش عندي برضو فاستكفيت بالموجود عندي. يعني ما تخليش حاجة تعطلك، موجود زيت كويس وحطي. حطيت كوباية الا ربع زيت. ده شكل الخليط بعد ما اتضرب مع بعضه. انا حطيت كوباية وربع لبن، بس انتي ممكن تحطي كوباية واحدة، لان انا حطيت كوباية وربع والخليط طلع زيادة شوية. فعملت يعني فاض مني الخليط. فانتي ممكن تحطي كوباية واحدة بس، لو احتجتي ممكن تزودي كوباية، يعني شوية لبن صغيرين لو احتجتي للعجين يعني. هنا بقى عندي ده دقيق ذرة اصفر او ابيض المتوفر عندك. هتحطي كوباية ونص دقيق اصفر بس. اعمليهم حطيهم في مصفى وطلعي منهم الهواء عشان بيبقى فيه تكتلات كده، طلعيها منه. اي مصفى عادي. التكتلات اهي. هتحطي كوباية ونص من الدقيق الابيض العادي اللي هو احنا بنستخدمه متعدد الاستخدام، مع كوباية ونص من الدقيق اللي هو الذرة. انه على حسب الكمية بتحطي نص الكمية دقيق ابيض عادي ونص الكمية دقيق ذرة. يعني مثلا انا هعمل 3 كوبايات، احط كوباية ونص دقيق ابيض من اللي هو العادي، وكوباية ونص من الدقيق الذرة عشان ما يشرقش. ده الدقيق العادي الابيض، انا بوريك ان هو دقيق عادي. كده انا خلصت 3 كوبايات، كوبايه ونص دقيق ذره، كوبايه ونص من الدقيق العادي. احط عليهم كيس بيكنج باودر، وهقلبهم بالسباتيولا باي حاجه عندك، على اي حاجه. قلبي الخليط مع الدقيق مع البيكنج باودر، خليهم يتجانسوا مع بعض. حطي سنه ملح صغيره، رشه صغننه، قلبيهم كويس. هنا الخليط بقى هحط عليه، وقلبي على اتجاه واحد، يعني خلي تقليبك ناحيه واحده، طلع منه الهواء.
في الوقت ده تكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. قبل ما تحطي الكيك 10 دقايق مثلا، ب10 دقايق تكوني مسخناه، بيبقى احسن يعني. هنا حطيت في الصينية حبة زيت او زبدة او سمنة، برضو اي حاجة الموجود عندك، وحطيت فيها رشة دقيق هحطها دلوقتي معاكي. ونزلت بالخليط، هزي الصينية يعني، اخبطيها خبطتين كده وحركيها عشان تخرجي منها اي هوا. ايوه اديها خبطتين في قلب ايوه بس بالراحة عشان دي بايركس. دخلتها الفرن على لمدة 35 دقيقة، واختبرتها بخلة او سكينة بتشوفيها استوت ولا لا. وكان ده شكلها. قطعتها، بس سيبيها تبرد، ما تقطعهاش وهي سخنة عشان ما تفرولش منك، عشان هي فيها دقيق ذرة. هتشوفي شكلها بعد ما قطعتها، قطعت حتة بس هي كانت سخنة. ده شكلها كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير. اشوفك في فيديو جديد.